يقول سيدنا رسول الله: بينما انا بين النائم واليقظان والانبياء اذا نامت اعينهم لا تنام قلوبهم، بينما انا بين النائم واليقظان اسمعوا هذه الرؤيا التي رآها رسولنا ورؤيا الانبياء وحي، لا سيما اذا كان الرائي هو خير الانبياء. يقول: بينما انا كذلك اذ اتاني جبريل وميكائيل في المنام، فقال جبريل لميكائيل: زنه يا ميكائيل. فوزنني ميكائيل ب10 رجال فرجحت به، فقال جبريل: زنه ب100، فوزنني ب100 رجل فرجحت به، فقال جبريل: زنه ب1000 رجل، فوزنني ب1000 رجل فرجحت بهم، فقال جبريل: والذي بعثه بالحق لوزناه باهل السماوات والارض جميعا لرجح به. هذا هو محمد يا دنيا، هذا هو محمد يا روسيا، هذا هو محمد يا امريكا. حاول المستشرقون ومن لفهم من المستغربين حاولوا ان يثيروا التراب على رسول الله، ولكني اقول لاولئك وهؤلاء: لو تحول الناس جميعا الى كالناسين ليثيروا التراب على السماء فسيثيرون التراب على انفسهم، وتبقى السماء هي السماء ضاحكة السن مسلومة المصيبة. ليعلم الجميع من هو سيدنا محمد، ليعلم الجميع ان محمدا هذا هو الذي بعث لتوحيد العقائد لا لتفريق القواعد، ليعلم الجميع ان محمدا هذا بعث بشريعة هي للشعوب البدائية كالوالد الرحيم، وللشعوب المتحضرة كالأستاذ العظيم، ليعلم أهل الأرض أن محمدا هذا بعث بشرع كالشمس وضحاها، وبسنة كالقمر إذا تلاها، وبقرآن كالنهار إذا جلاها، فمن أعرض عنهما عاش في ظلمة الليل إذا يغشاها. أما غزوة أحد فقد وقعت في اليوم 15 من شوال عام 3 من الهجرة. الزمان 15 شوال، المكان بقرب جبل أحد، وقد